دراري وبنات ديال الجهوي، في هذا الفيديو غنعطيك واحد 5 ديال النصائح اللي حاول دير بهم نهار الامتحان الجهوي. اول حاجه هي الكونفوكاسيون ولا كارت ديالك، حاول توجدهم الليله اللي قبل، ووجد معاهم حتى السيلوات، يعني اي حاجه غتحتاج نهار الجهوي وجدها الليله اللي قبل. ومن الاحسن مثلا في السيلوات وكشي حاول توجد اي حاجه الدوبل ديالها باش ما تطيحش اون بان نهار الامتحان. هادشي غادي يعني يسهل لك، ماشي تقعد تطلب من الدراري، غادي تضيع الوقت ديالك والوقت ديالهم حتى هما. ثاني حاجه بالنسبه لللبس، بزاف ديال الدراري كيمشيو يلبسوا احسن ما عندهم وكيديروا احسن ريحه ولا شي ريحه تكون مجهده، وبهذه الطريقه كتجذب فقط الانتباه ديال هذاك المراقب اللي كيكون حاضيك. وهذا الشيء راك ما غاديش تبغيه. تخيل معايا تكون فيلم يدور المراقب يجي يوقف حداك ولا شي حاجه، يعني حاول تجنب هذا الشيء ولبس اللبس العادي ديالك ديما اللي كتلبسه، ويكون يعني شي لبس يكون مرتاح، غتكون انت مرتاح فيه. علاش كتعقدوا الامور بزاف؟ اعتبروه بحال غتمشي دوز فرد بحال جميع الايام العاديه، حتى واحد ما غادي يكون مادي هافك اصلا، يعني كلشي مفوكسي على هذاك الامتحان. والنصيحه الثالثه اللي هي في الفرنسي، حاول تبدا بالاسئله ديال النص وبعد من البروديكسيون اكريت. تقدر تبدا بالبروديكسيون اكريت في الاول، ما تفهمش الموضوع ولا شي حاجه غادي توتر في الامتحان وما تبقاش عارف كيفاش تجاوب على الاسئله، وتقدر ملي ترجع للكومبريونسيون واخا يكونوا ساهلين ما غاديش تعرف تجاوب، ولا غادي تجاوب اجوبه يكونوا خاطئين. هادشي علاش نقولك بدا بالاسئله ديال النص هما الاولين، عاد دوز بروديكسيون اكريت. وهاد النصيحه شناهي؟ هي بدا ديما بالحاجه السهله، حتى في المواد الاخرين ديما بدا بالاسئله الساهلين، واخا ما تتابعش يعني هذاك الترتيب ديال الامتحان، فقط في الورقه ديال التحرير ديالك كتب الرقم وجاوب على اي سؤال جاك ساهل. ملي كتجاوب على الاسئله الساهلين كترتاح نفسيا وكيولي يجيك الامتحان ساهل وكتخرج من هذاك الستريس ديال الامتحان. الخطا الرابع هو ما تاخذش شي سؤال من عند صاحبك، واخا يكون صاحبك يعني تايق فيه في الاجوبه ديالو، راه يقدر يخطا ولا شي حاجه وانت تكون عندك الجواب صحيح وتبدلها. هذا الخطا بزاف كيطيح فيه. شوف غير في الفروض وتقدر تكون كطيح في هذا الخطا، يعني حاول تجاوب الاجوبه ديالك واكشي اللي عرفتي حطه في الورقه ديالك بلا ما تبقى تسول. حتى ملي تتجاوب كتبغي غير تاكد ولا شي حاجه تدور عند صاحبك لو شنو خرج لك في هذا السؤال ولا شنو درتي في هذا السؤال، ويقدر يكون هو جاوب عنده خاطئ وتتغير السؤال ديالك اللي يكون عندك صحيح وتمشي لك النقطه باطل. الخطا الاخير والخامس هو ما تخليش شي سؤال خاوي، جاوب على كاع الاسئله كيما عرفتي ولا ما عرفتيش السؤال جاوب عليه، راه يقدر تكون الجواب ديالك صحيح وغادي تربح النقاط. علاش ما خاصكش تخلي السؤال؟ حيت حنا ماشي سيستيم كندي اللي غادي ينقص لك نقطه الا جاوبتي خطا، فهاد الشيء ما خاسر والو، يعني جاوب كما يكون الجواب جاوب عليه. دخل بالعقليه ديال ما خاصنيش نخلي شي سؤال خاوي في الامتحان ضروري خاصني نجاوب على كل شيء. واخر حاجه اللي غادي نقول لكم هو الامتحان الجهوي راه اسهل امتحان غادي تدوز. اخر باش نحفزكم اكثر، اخر امتحان ساهل غادي تدوز بحياتك، يعني حاول تستغل هذه الفرصه وخدم فيه الماكسيموم اللي عندك وركز. التركيز هو اللي عليه كل شيء، واخا تكون حافظ وما تكونش مركز راه ما غاديش تجاوب الاجوبه صحيحه، يعني ركز في الامتحان الماكسيموم ديالك. وإلا وصلتي حتى لهنايا فما تنساش دير اشتراك للقناه، ولا عجبك الفيديو دير لايك، ولا كان شي صاحبك حتى هو عنده الجهوي بارطاجيه معاه، وبالتوفيق للجميع.